بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه في الجو ده؟ الدنيا شتيت من هنا وانا شديت الرحال على حلة العدس، لكن ولادي بوظوا لي الخطة. كل واحد منهم طلع لي بطلب. غيرت خطتي وبدأت انفذ طلبات. اول طلب كان المحشي. الحمد لله الكرنباية كانت في التلاجة، كنتش لسه لحقت افرغ. توكلت على الله وبدأت اقطع. كان ربنا مسهلها الحمد لله. قطعت الورق، والحقيقة كنت باخد العيدان واقطعها وانا واقفة كده واعملها على جنب كده علشان اعملها مخلل. المية اللي هسلق فيها الكرنب كانت موجودة بالفعل على البوتاجاز. كنت حاطة فيها معلقة من الكمون. اول ما غليت بدأت انزل فيها اوراق الكرنب، يدوب بتغلي غلوة واحدة واخرجها من المية على طول وانزل عليها مية ساقعة. الحقيقة ما خدتش وقت ابدا. بعد ما خلصت الكرنب كنت جايبه لهم لحمة ضاني، غسلتها طبعا كويس، ولما المية بتاعتها غليت نزلتها على طول في المية. شلت الريم من على الوش كده، وبعدين لما غليت غلوتين كده في نص السوا بدأت احط التوابل. بس الحقيقة اللحمة دي ما خدتش سوا ابدا. كان ابني بقى قال لي لا انا عايز فتة. على طول حطيت الرز في حلة وحضرت الصلصة بتاعة المحشي. حطيت الطماطم المعصورة على النار وسبتها تتسبك من غير زيت من غير دهون من غير اي حاجة، الطماطم المعصورة وبس. بعد ما الطماطم اتسبكت قطعت 4 بصلات ونزلتهم في الطماطم. سبت البصل يستوي في قلب سوا. حطيت معلقة سمنة حلوة كده وحطيت شوية زيت. طبعا الصلصة حاجة حطيتها حزمتين من كل حاجة في الخضرة، شبت بقدونس كزبرة. نزلت الخلطة دي على الرز المغسول. بدأت الحشو. توكلنا على الله. عايزة اقول لكم ان ربنا كان مسهلها. صباع ورا التاني وخلصت الحلة. زقيتها بعصير الطماطم وغلوة كده وههدي عليها النار. اتأكد من سوى اللحمة. عايزة اقول لكم ريحتها كانت خطيرة. بصوا بقى، دايبة دايبة. والرز كان على نار هادية كده استوى والحمد لله. حطيت معلقة سمنة في الطاسة ومعلقة توم مفروم وعليه ملح وفلفل. بدأ يصفر. احط عليه الخل، حوالي نص كوباية خل. هيغلي في ثواني وهحط عليه مغرفتين كده من الشوربة في طبق كده. وكسرت العيش وحطيت عليه جزء من الخل والثوم، غطيته بالرز وبدأت احط شوربة بعد كده على الرز. بعدين حطيت اللحمة وعليها الخل بالثوم. وبكده خلصت اول طلب. قدمت معاه لفت مخلل وكمان شوية من مية اللفت وبألف هنا. وانا بعمل الفتة افتكرت كده اجواء العيد الكبير. يا رب يعود عليكم الايام بخير. لازال المحشي لسه موجود على النار، بس في طلب اوعوا تستغربوا بقى. احنا متفقين ان اليوم كله كان شتا جامد وهم عايزين يتدفوا. فالطلب التالت بقى مش هتصدقوا كان مغاد. بس انا ما عنديش سمسم. حطيت معلقة زبدة كبيرة كده بدل السمنة، سبتها تسيح وحطيت كده ايه كمية من جوز الهند بدل السمسم يعني. بدأت اقلبها في السمنة لحد لما لونها اصفر شوية. عايزة اقول لكم تحميصة جوز الهند دي بتخلي المغاد في حتة تانية. ابتدي احط كده 3 معالق من المغاد. هو المغاد اساسا كان عليه شوية سمسم بس مش كتير. المهم بصوا، شربت السمنة بس بترجع تردها تاني سواء هي او المغاد. حط كده 3 معالق من المغاد. انا هزود حوالي معلقة زبدة تاني. الزبدة اللي انا مستخدماها جامونسي، فلما بتسيح بتبقى زي السمنة البلدي بالظبط. افضل اقلب كده
ما سيبش المغات ولا اروح كده ولا كده. اول ما لونه يغمق، انا خليت لونه غامق ليه؟ عشان ما يتقلش. لما الاقي لونه بقى كده، انا مدوبه ميه بالسكر. كميه السكر بقى انتوا اللي تحددوها. 3 معالق مغات عملوا 7 كوبايات. طبعا المغات لو غلي والحله مليانه بالشكل ده طبعا هيعمل كارثه، فانا نقلته في حله اوسع وعيني عليه باستمرار، وافضل اقلب فيه كل شويه. بدأ يتقل حاجه بسيطه يعني. اهو بيتقل. بالسمك ده كده انا هنزله من على النار كده خلاص. هو باين على شكله وهو بيغلي. هنزله بالسمك ده لان هو بيتقل لما بيقعد. المحشي استوى خلاص، بدأت اغرفه. بصوا يستاهل بقكم. اتفضلوا معانا. وادي المغات، وبألف هنا وشفا، وكل شتا وانتوا طيبين.